لو بتحبي تاكليه وبتخافي تعملي اللي يطلع كده صعب وهياخد وقت معانا وممكن ما تظبطش معاكي، لا خليكي معايا لاخر الفيديو، هتعرفي كل تفاصيل وتكات الكسكسي معانا بطريقه بسيطه جدا جدا وغير مكلفه، بمكونين اتنين وبس. وهنسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف الكسكسي اللي هنعمله في البيت بكل تفاصيله، وبعد كده مش هتشتريه من بره تاني. اول حاجه كده معايا كيلو من الدقيق، تمام كده. حطيت عليه كده معلقه صغيره من الملح، تمام. يبقى دقيق وملح وهو شوية المية، مش محتاج مكونات خالص ولا اي تفاصيل. عندك بخاخة، هتحط المية في البخاخة وهتبدأي بقى ايه تبخيه. انا جبت صينية كده عندي وقلت احط بقى عليها الدقيق علشان نبدأ ايه نعمله في الصينية في حاجة واسعة اسهل يعني. تمام كده. عندك بخاخة هتبخي كده بالطريقة ديت، هتقعدي تطبخي وتقلبي، ايد تبخ وايد بتقلب اكنك بتفركي كده بايديكي، ما تعجنيش. تمام، مش عايزين عجينة، احنا عايزين نفرك كده الدقيق، نعمله بالحركة بتاعت ايديا اللي انا بعملها دي. طب ما انا ما عنديش بخاخة، اعمل ايه؟ ما اعملش كسكسي؟ لا خالص. هنركن البخاخة كده ونجيب كوباية المية، وهبدأ اخد شوية صغيرة بشوية صغيرة في ايديا زي ما انتوا شايفين في الفيديو. تمام كده. وهبدأ برضو احط شوية وافرك واقلب كده بايديا، الحركة بتاعت ايديا دي ما تضغطيش على الدقيق علشان ما يعجنش. وافركي كده او قلبي كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، شوية بشوية شوية بشوية علشان العجينة او الدقيق ما يتعجنش معانا. شايفين الدقيق بدأ يتغير وشكله يتغير معانا بالطريقة دي. بدأ ايه تحس ان هو بقى عامل زي الحبيبات الرملية، او بقى فيه ايه كلاكيع او قطع كده. تمام. هبدأ اعمل. احتجت مية قد ايه؟ انا احتجت حوالي من كوباية وربع. تمام، بالطريقة دي كوباية وربع كده. تمام. يعني الكوباية دي معيار ايه؟ يعني هي المعيار 200 ملي بتاعة المج بتاعة الشاي العادية بتاعتنا دي. تمام. بحط شوية بشوية لحد ما اشوف الدقيق بتاعنا هيتحول لايه، شوية بشوية. وما تعجنيش، ما تضغطيش على الدقيق علشان ما يتحولش العجينة او قطعة معاكي. يبقى عايزينه مفتفت كده او مفرول زي ما انتوا شايفينه في الفيديو. طبعا انتوا شايفين الدقيق بدأ ايه يبقى بالشكل ده نعمل كده لحد ما وصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رأيكم؟ ده المطلوب وده اللي احنا محتاجينه. لو عندك كبة هتسهل عليك بصراحة جدا جدا، ومش هتاخد معاك اي وقت بقى، ولا الموال بتاع زمان اللي كانت امهاتنا بتعمله ده. طب انا ما عنديش كبة. والله انت لو جبت الكبة بتاعت او المطحنة بتاعت التوابل بتاعت الخلاط، حط بها شوية بشوية برضو هتمشي معاكي. ما عندكيش خالص، هاتي اللي هو الغربال بتاع زمان بتاع امهاتنا ده، ودنك اعملي بالغربال. تمام. بعد ما عملته كده بالكبة بقى بالشكل ده، بقى حبيبات رملية. جبت بقى اي قماشة او فوطة كده معايا تكون كده كويسة كده، وهبدأ احط فيها الكسكسي معانا. دي اول مرحلة او اول ردة زي ما بيقولوا. جبت بقى حلة كده نصها مية وحطيت فيها معلقة خل علشان المية من المية بتغلي ما تغيرش شكل الحلة. وجبت مصفى عادي، طبعا أنا ما عنديش حلة الكسكسي فبصرف نفسي. وجبت كده عودين من الشيش طاووق علشان مش عايزة القماشة ديت تبقى لازقة في المصفى، وتبص تلاقي القماشة بدأت تنبل معانا من البخار. تمام. ادي هي اول حاجة. عدى نص ساعة، احسبي نص ساعة بالظبط بالدقيقة. احسبي عليها نص ساعة وغطيها بغطا محكم علشان البخار ما يخرجش. بعد نص ساعة بالظبط بقى طلعتها زي ما انتوا شايفين اهو، وببدأ افتفتها كده او افكها من بعضها. طبعا سخنة مش عارفة اعمل اي حاجة بايديا. ببدأ افكها كده من بعضها عشان بقت قطعة واحدة معانا. كده استوت؟ لا كده ما استوتش، لسه في ايه مرحلة تانية او ردة تانية زي ما بيقولوا. تمام. ببدأ افكها كده من بعضها، وبعد ما اتأكدت ان هي كلها خلاص اتفكت ومبقتش بقى في اي قطع متماسكة، بجيب برضو كوباية من المية. هحتاج تاني كوباية مية تاني. وهبدأ برضو ايه احط برضو شوية بشوية، وابدأ افرك بايديا شوية بشوية، وافرك بايدي لحد ما كله ايه يبقى زي حبيبات الرمل ويتفك معانا. شايفين؟ ببدأ افكها اهي واتأكد ان هي خلاص اتفكت معانا كده كويس. جبت كوباية المية اهو، ببدأ ايه ارش شوية بشوية كده بسيطة، واقلب شوية بشوية واقلب. ادي بقى المرحلة التانية دي بقى. ببدأ ايه افركها بايدي او ابسها زي ما بتبسي القرص او عجينة القرص او الكعك. تمام. ببدأ ارش شوية بشوية اهو. شايفين انا ماشية معاكم خطوة بخطوة،
ومرحلة مرحلة علشان الناس اللي ما بتعملوش في البيت أو بتخاف وبتشتريه جاهز، لأ اعمليه ما بياخدش معاكِ أي وقت، صراحة ربنا هو ساعة زمن بالضبط، وهتبدأي تكون الكسكسي معانا مضبوط. ممكن تعملي 2 كيلو 3 كيلو كمية وتكيسيهم في الفريزر كده جاهز وتطلعيه على الأكل، حلو جدًا، جدًا. بابدأ أرش شوية بشوية وأفرك، هاحتاج كوباية مَيّة واحدة بس ومش هاحتاج مَيّة تاني خالص، بالشكل ده. بعد ما اتأكدت إن هو كده خلاص بقى كويس معانا، وبابدأ كده خلاص فك معانا وبقى كويس وخد كوباية مَيّة، برضه هاجيب الكبة بتاعتي وهاحط الكمية ديّة في الكبة، تمام. بعد كده بعد ما باحطها في الكبة بتسهّل يا جماعة، أدي أهي، شايفين بقت عاملة إزاي، حطيته في الكبة. قلنا ما عندكيش كبة أو مفرمة اللحمة، هتجيبي والله المطحنة بتاعة التوابل ديّة هتعمل شوية بشوية، هتجيبي غربال بتاع زمان اللي إحنا كنا بنجيبه كده أمهاتنا كانت بتعمل بيه. أدي أهو يا جماعة، بعد ما كده خلاص حطيته في قماشة تاني، حطيته في الكبة، اديته ضربتين في الكبة كده، حطيته في القماشة تاني، رجعته في القماشة وحطيته في المصفى، وهابدأ أسويه تاني نص ساعة، نص ساعة تاني على الولعة. بعد نص ساعة كده خلاص الكسكسي معانا جاهز زي ما انتوا شايفين اهو، واستوى وبقى عسل، اللهم بارك اللهم بارك. الكسكسي بقى ده محتاج ايه بقى؟ محتاج سمنة بلدي وبس، ما تقوليش زبدة ولا اي نوع سمنة تاني، هو سمنة بلدي، ما ينفعش اي نوع سمنة تاني. ببدأ أحط سمنة شوية بشوية وأقلب، شوية بشوية وأقلب، شايفين؟ تحفة جدا كده جاهز وريحته خطيرة وطعمه تحفة. ممكن بقى تاكليه كده جنب لحمة فراخ بطة، والله بيبقى حلو جدا. يعني تحط كده شوية في الطبق وتاكليه جنب أي نوع أكل، جنب خضار، تمام. ممكن تاكليه مسكر زي ما أنا هعمله دلوقتي، أدي عملت طبق سادة وطبق مسكرة كده، حطيت عليه شوية سكر بودرة، شوية جوز هند، زبيب، أي نوع مكسرات عندك، تمام. وكده يبقى طبق حلو. وطبق اللي هو العادي ممكن تاكليه جنب أي لحمة أو فرخة، كبدة، حمام، والله أي حاجة، تمام. شوية لبن بقى كده عشان لو حبيتي تحطيه مع المسكر كده، وبألف هنا وشفا. ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك.